أكد المهاجم البرازيلي الشاب فيتور روكي اليوم الجمعة أثناء تقديمه رسميا كلاعب جديد في صفوف برشلونة أن اللعب للفريق الكتالوني كان حلم طفولته، واستهل اللاعب مشواره مع البرسا بالمشاركة كبديل في مباراة أمس الخميس أمام لاس بالماس، والتي انتهت بفوز البلوغرانا 2-1 ضمن منافسات الليغا. وبدأ البرازيلي يومه بتوقيع العقد الذي يربطه بالنادي الكتالوني حتى 30 يونيو حزيران 2031 في حدث خاص بالمدينة الرياضية. وبعد ذلك تم تقديم روكي رسميا على أرضية ملعب تيتو فيلانوفا. وفي غياب رئيس النادي الكتالوني لابورتا، نزل اللاعب الشاب صاحب 18 عاما لأرضية الملعب مرتديا بزة، ويرافقه نائب رئيس البرسا رافا يوستي أثناء عزف نشيد النادي. ومن ثم وقف الثنائي لالتقاط الصور أمام الكاميرات أثناء توقيع العقد رمزيا، ممسكين بقميص اللاعب الذي يحمل الرقم 19. وفي تلك اللحظة انضم لهما المدير الرياضي لبرشلونة أندرسون لويس دي سوزا ديكو. كما وقع فيتور روكي على لوحة تحمل صورته سيتم عرضها في المزاد من قبل مؤسسة النادي. وأوضح للاعب والشاب أنه لم ينم سوى 4 ساعات فقط بعد المشاركة أمس مع الفريق على ملعب جراني كاناريا، وذلك لأنها بالنسبة له كانت تجربة بمثابة حلم منذ أن كان طفلا. وقال روكي إنه قبل مباراة الأمس نصحه المدرب تشافي هرنانديز بأن يكون هادئا وأن يركز فقط على اللعب. كما أكد أن جميع اللاعبين رحبوا به بشكل جيد للغاية. كشف تقارير صحفي مدة الغياب المحتملة للظهير البرتغالي جو كانسيلو بعد إصابته على مستوى أربطة الركبة خلال مباراة فريقه برشلونة ضد لاس بالماس أمس الخميس في الدوري الإسباني. ورغم إصدار النادي الكتالوني بيانا رسميا حول طبيعة إصابة لدول البرتغالي، إلا أنه لم يكشف خلاله مدة غيابه. لكن صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أكدت أن المدرب تشافي هرنانديز لا يمكنه التعويل على كانسيلو في كأس السوبر الإسباني هذا الشهر. وأضافت كانسيلو سيغيب لفترة لا تقل عن 2 أسبوع، وسيتحدد لاحقا مدى قدرته على اللحاق بمواجهة ريال بيتيس. كان اللاعب المعار من مانشستر سيتي غادر ملعب المباراة بعد 11 دقيقة فقط من بدايتها، إذ بدا غير قادر على الاستمرار بصورة طبيعية قبل استبداله.